كما تشوفوا محبوبة بالحجوي ورشيدة أم حليمة وحسن إلى العمرة. الصراحة بزاف ديال المفاجآت، كما شفتوا المفاجآت اللي استقبلتهم الأخت سعدية شانين ما شاء الله، اللي استقبلتهم أحسن استقبال. وبزاف الناس كانوا تيسولوا على فاطمة الزهراء، على الفيديو اللي كانوا حطوا البارح فاطمة الزهراء اللي ما ودعتهمش. بزاف الناس كانوا تيسولوا فاطمة الزهراء فينا. فاطمة الزهراء كانت سبقتهم لعند السعديه شانيل. كما تعرفوا السعديه شانيل حامله، طبيعه الحال فاطمه الزهراء سبقتهم باش تعاون السعديه شانيل وتوجد معها الصراحه استقبال واعر. ورشيده ودعت ولادها وخلاتهم مع هدى، حيت بزاف الناس يتسائلوا رشيده مع من خلات ولادها. مشات فاطمه الزهراء، مشات حافصه، مشات تيتيج، مشى كلشي مع من خلات ولادها. كما تعرفوا هدى هي اللي متكلفه بولاد رشيده حتى ترجع من العمره. وبزاف ديال مفاجآت الصوره اللي حط عبد الرحيم اللي فرحان بوالديه غادي للحج، اللي هو تكلف بهاد العمره كلها وتكلف بالمصاريف كلها. والصلح د رشيده مع خوها قبل ما تطلع في الطياره. كلشي غنكتشفوا في هذا الفيديو. كما تشوفوا فيديو غيكون فيه بزاف المفاجآت، وغنستمروا نقدموا التحيه وغنرجعوا. السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده، ونلقاكم الفيديو ديالي في احسن الاحوال. كيف غاديين مع رمضان اليوم السادس اخوتي؟ واش غلبكم ولا غلبتوه؟ ما شاء الله الصراحه واحد الجو زوين ما شاء الله. ما شاء الله الله يرحمنا بالشتيبه ما شاء الله اللي طاحت. ندخلوا في الموضوع. كما تعرفوا محبوبه في الطياره اللي ودعوهم العائله، اللي مشوا معاهم حتى للرباط باش يودعوهم. وكما تعرفوا كانت السعديه شانين استقبلتهم. وكما تعرفوا الشماليه اكرام جابت لهم اللبيسات اللي في هذه المناسبات العمره اللي كادوا من عندها. ما شاء الله الصراحه رشيده جات غزاله 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 ما شاء الله. واحد النور طاح عليها ما شاء الله. الصراحه باش يكون الانسان قلبه طيب وقلبه زوين وما تيحققش الله سبحانه وتعالى تيحل لك بزاف ديال الطرق. وهي قبل ما تمشي تصالحت مع الاخ ديالها وقال لها بالفيديو انا مسامحك، وهي قالت انا مسامحك ومشات وقلبها هاني. حيت بزاف الناس اللي كيقولوا لك رشيده غادا العمره وما تلاحظوش فيها فرحانه. رشيده غادا العمره ماشي ما فرحاناش، بالعكس داك المقام تيتمنى اي واحد يمشي ليه. رشيده جوج حوايج اللي كانوا ضارينها في خاطرها: خوها اللي هو خوها من امها وباها كما تتعرفوا، اللي كان راكم عارفين الملف ديالها من اللي دار واحد الضجه كبير تقريبا شي 3 سنوات و 4 سنوات، وهما نفس الموات يتعاود ونفس الفيديوهات يتعاودوا. ولكن رشيده قررت باش تنازل خوها جميع الشكايات هي والزوج ديالها حسن ويبداو صفحه جديده. حيت اخوتي باش تكون غادي لواحد المقام اللي تيتمنى اي واحد يزورو، طبيعه الحال خصك تسامح مع الناس، خصك تنازل على حقك. ما ان الانسان شوفي واخا يكونوا هما غالطين في حقك عيد تنازل وخلي الله سبحانه وتعالى. حيت بزاف الناس اللي غياخذوها في شكل تيقول لك انا نتنازل هما اللي غالطين في حقي، اي تنازل وربي سبحانه وتعالى غيعوضك. علاش الانسان ديما خصو يكون طالع الفوق؟ لا بالعكس، واخا يكون هما غالطين في حقك وانت ما غالطش تنازل قول الله يسامح وربي سبحانه وتعالى راه ما غيخيبكش. كما تعرفوا الاخ رشيده راه هو سمح، ولكن هو ما بغاش يسمح للحسن. علاش؟ قال لك هو الضر. شوفوا ان انت تقول ضريت، ما ضريتيش انت، ضرت رشيده وضروا العائله وضروا الوليدات. واكبر وحده اللي تضروا في هادشي كامل هما وليداتك انت ولاد رشيده. واش نكونوا واقعين ونكونوا صريحين؟ ما ان انت تخرج تقول الفلوس اللي غاديين بها للعمره واش حلال ولا حرام؟ واش انت عارف باش غاديين؟ انت راك كنتي عارف ما انه عبد الرحيم هو اللي تكلف لهم هاد العمره كلها، وانت عارف عندك المعلومات كلهم. انت ما تيخفيك حتى شي حاجه، جميع المعلومات عندك على اختك. باش نكونوا صريحين وتخرج في الفيديو تقول واش هاد الفلوس اللي غاديين به للعمره حلال ولا حرام؟ ما ان حشومه ضرب في المصداقيه ديال الاخت ديالك. واخا تكون اختك دير اللي دارت في هاد اللحظات هادو، خصك توقف معاها وتكون في جنبها. انت براسك انت والزوجه ديالك ما تمنيتيش تمشي لذاك المقام، ما تكذبش على راسك. اي واحد يتمنى يمشي. وما ان رشيده ما شاء الله انسانه ما شاء الله، انسانه مثبته وانسانه بعقلها، ماشي من داك النوع اللي واخا تضرر هي بزاف د المرات ما كاش غير تخرج تهضر في هاد المواضيع. حتى كان خرجت على الصمت ديالها عاد هضرت. ما ان بزاف الناس يقول لك رشيده معليش تهضر. صراحه شوف اخوتي، الانسان واش يكون بينك وبين شي عائله من احسن ما تدخل حتى شي طرف. ما انا باش يدخلوا الناس تيولي البلباله. كاين الناس اللي ما تيبغيوكش الخير، كاين الناس اللي تيبغيو غير يحفروا لك، كاين الناس اللي تيبغيو غير يشدوا لك الشمال، كاين الناس ما ان بزاف الحوايج. ولكن الحمد لله ما انه عبد الرحيم دار هاد الخطوه وصافت رشيده اختار الاخت الكبيره كما تيقولوا العروسه الكبيره. ما انا ما شاء الله انسان اللي بعقلها، انسان ما شاء الله عريسه ام حليمه
كلهم زوينين وكلهم خلاو كل شيء ومشاو مع الام ديالهم وتيعاونوها وساعدوها حتى ركبوها في الطياره ومشاو عند السعديه شانيل. انت هي الباب ديالها ديما مفتوح، لان محبوبه الا ما كانش تجمع مع علاقه زوينه ما غتستقبلهمش ديك الاستقبال. وما شاء الله امي حليمه ما شاء الله جمعها البيض ما شاء الله. الصراحه كل شيء جا زوين وكل شيء على مرام. فاطمه الزهراء حتى هي ودعت والديها. بزاف الناس اللي تيقول لك لا الزوج ديالها ما خلاش تمشي ورمضان هذا، لا خوتي فاطمه الزهراء ما عمر شي حاجه يشدها على والدها، والزوج ديالها متفاهم معها جدا. ما انه بزاف الناس تيقول لك فاطمه الزهراء عايشه دوحه، كل مره في كونت كل مره هنا ما تتجلس شويه طاره واش ما تدورش الكوكوت. شوفوا ما ان الانسان تيكون قريب على عائلته وعائلته مجموعين بطبيعه الحال اي واحد تستافد من ديك اللمه. وشنو فيها مثلا تجمعت مع عائلتها وداكشي اللي طيبوا في دارها طيبوا مع عائلتها ويكونوا يد وحده. لان الزوج ديالها ما عنده حتى مشكل في هادشي، انه فرحان ان الزوجه ديالو تتخدم مع العائله ديالها مع شي واحد براني. كاين بعض الناس اللي غالطين لان هي في الوسط ديال خوتها في الوسط ديال والديها في الوسط ما ان هذوك اللي دايرين بها غير خوتها. لا سافرت تسافر مع خوتها. انا بزاف الناس قال فاطمه الزهراء علاش ما مشاتش دوز رمضان مع عكوسه كما تدوزو كل عام. هاد العام اخوتي راه قلتها في فيديو قبل بان استثناء هاد العام انها تيتيج حامله وهذا هو الشهر ديالها ووالديها غاديين للعمره. والزوج ديالو ما عنده حتى مشكل ما ان فين ما دوزت رمضان ما عندهاش مشكل ولا عنده. هذاك الشيء علاش بزاف الناس اللي تيحسدوا فاطمه الزهراء تيقول لك كيفاش هذا الزوج ديالك كل مره كنت كل مره مسافره ما يمكنش شي مره تيسافروا الدار فاطمه الزهراء ما تلقاهمش معاها. ايوا هذا هو التفاهم. ما انا انسان حتى هي هذيك مهنه ديالها ماشي سهله تمشي وتصور وداخل. حتى هي راه ما شاء الله تتفرش دارها هي سالت بالمني الدار ما شاء الله على مزيناتها. الا ما كانش تخدم غادي توصل لهذا الشيء. راه شحال من واحد تيتمنى الخدمه ما لقاش ولكن هي لقات مع العائله ديالها ما شاء الله. ما دخلت لهذا المجال اليوتيوب عارفه راه كاين اللي يبغيها كاين اللي ما يبغيهاش. كاين فاطمه الزهراء بعيده كل البعد على المشاكل ماشي من داك النوع اللي فيها المشاكل ولا من النوع اللي تتدخل. بالعكس مع العريسات راه سمن مع العسل راه تحس بهم خواتاتها هما تيحسبوها اختها. وما شاء الله ما عندهاش مشكل. حيت بزاف الناس شحال هذيك تيقول لك هي ورشيده ما كانوش يتفاهموا هي وتيتيج. بالعكس تيتيج وفاطمه الزهراء بحال خواتات ولا رشيده ولا بالعكس. كل شيء مزيان وهي تيحسبوها وحده منهم. انا ماشي برانيه ولا هذيك ما انا كما تيبغيو بعضياتهم تيبغيو الزهره تكون حداهم. انا الزهره وحده منهم. وبزاف الناس تيقول لك عندها العلاقه مع ياسين اكثر ما عندها مع الحسن وحسن. وهذيك فاطمه الزهراء عمرنا شفناها تضحك مع حسن. شوفوا ديما الاخ الكبير اللي تيكون واحد الاحترام بيناتهم ماشي بحال الاخ الصغير ولا المتوسط ولا هذيك تيكون بيناتهم الضحك والنشاط. هذاك الشيء علاش الصراحه مشات هي مع والديها ودعتهم وكل شيء في امان الله. ونقولوا عمره مقبوله ان شاء الله. وما ننساوش تدعيو معنا من ذاك المقام. واي وحده تمنى شي حاجه الله يحققوا لها في هذه العواشر هذه. حيت بزاف الكومونتير تنشوف البنات شي تيقول لك انا بغيت وليدات شي تيقول لك والديا مرات شو الله يحسن العوان. راه الانسان كان تيكتب كومونتير تيطلب عند الدعوات ديالكم ما تخبلوش عليهم الدعوات. دعوا معاهم ساكن اي واحد تمنى شي حاجه دعوا معاه الله يشافي الجميع. وشكرا لكم والى الفيديو الجاي ان شاء الله.